انا بحسد اخواتنا الجزائريين على الاكله دي. اكله جميله قوي قوي قوي. ننزل بقى بالصوص بتاعنا في الطاجن. سلام. وبكده نبقى عملنا احلى طاجن فراخ بالزيتون جزائري ممكن تاكله في حياتك. هننزل اول حاجه معانا في حله سخنه على النار بمعلقه سمنه وحبه زيت نباتي، وننزل عليهم ببصلتين كبار متقطعين مربعات كده. هنقلب البصل 3 دقايق وبعد كده ننزل بباقي الحاجه بتاعتنا. بعد ما شوحنا البصله حوالي 5 دقايق كده، معانا زيتون منقوع من قبلها بنص ساعه، زيتون مخلي ونقعينه عشان الحموضه بتاعته بس والملوحه. ننزل بيه على البصل وننزل بجزرتين ونديهم تقليبه سريعه مع بعض كده. ننزل بقى عليهم بالتوابل بتاعتنا، معلقه ملح صغيره وما نزودش عن كده عشان خاطر الزيتون، نص معلقه فلفل اسود وربع معلقه جنزبيل وورقتين لورا، حبه كركم ورشه قرفه خفيفه. نقلبهم تقليبه سريعه كده تاني، وننزل عليهم بقى بمعلقه دقيق، ندوب الدقيق كده مع الحاجه بتاعتنا. ننزل بقى عليهم بالفراخ بتاعتنا المتقطعه. نقلب بقى الفراخ بتاعتنا كده تقليبه سريعه، وبعد كده ننزل فوقها بالميه. ننزل عليها بالميه المغليه بتاعتنا بقى، نخلي الميه تغطي الفراخ ونسيبها لحد ما الفراخ تستوي. نسينا اهم حاجه، هننزل عليها بشويه من خلطه ال11 بهار. بعد ما الفراخ بتاعتنا استوت هنرفعها في صينيه على جنب عشان ندخلها الفرن تاخد وش، ونسيب الصوص يتقل براحته. عشان نعمل بقى الرز بتاعنا هننزل بمعلقه زبده وتوت زيت، وننزل بالرز البسمتي بتاعنا المغسول نشوحه دقيقتين 3 كده. ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، هننزل بعود قرفه وحبه كركم ومعلقه ملح صغيره. ونعمل بقى حركه صايعه، هناخد من الصوص بتاعنا كبشه واحده او كبشتين وننزل على الرز. وننزل بالميه بتاعتنا ونغطي عليه، واما الميه تتشرب نهدي النار عليه خالص. بوله فيها حبه زيت، وننزل بحبه فلفل اسود وحبه كركم، وندهن الفراخ بتاعتنا كده عشان تاخد وش حلو في الشوايه. وندخلها الشوايه بس 10 دقايق كده تاخد وش. ننزل بقى بالصوص بتاعنا في الطاجن. سلام. وننزل بالفراخ بتاعتنا وحبه صوص عليها كده. وبكده نبقى عملنا احلى طاجن فراخ بالزيتون جزائري ممكن تاكله في حياتك. نقول بسم الله بايدينا بقى كده على طول، ونقول بسم الله. نعمل كده. الفراخ دايبه دوب. ننزل بحبه من الصوص ده على الرز ونقول بسم الله. لا جامد قوي. انا بحسد اخواتنا الجزائريين على الاكله دي. اكله جميله قوي قوي قوي، لازم تجربوها في قلبكم.